سلام، أنا عدي. الفترة اللي مرقت إدارة الجرائم الإلكترونية نزلت تقريرها لسنة 2022، وبعديها صار في حملة على السوشيال ميديا تصدرها هاشتاج مع قانون جرائم رادع. القصة أنه قبل سنة أو 11 شهر تقريبا سوينا حلقة بعدي شو عن قانون الجرائم. وشو كان الموضوع؟ كان الخلاف بين قانون الجرائم الإلكترونية 2015 وتعديلات 2018 اللي رفضها كل حدا، ناس ونقابات ومنظمات، تحت حجة إنها بتقوض الحريات وضد حرية الرأي والتعبير اللي بكفلها الدستور، وإنه هاي القوانين أو تعديلاتها بتوقعنا كلنا بمناطق رمادية أو مصطلحات فضفاضة. شو يعني رمادية؟ المنطقة الرمادية أو مصطلح فضفاضة يعني إنه بيقدر أي شخص أو جهة إنها تستخدم هاي الرمادية الفضفاضة بإنها تحاكم أو تعاقب أي شخص بحجة إنه أثار النعرات أو استخدم خطاب كراهية، حتى لو كان خطابه ما في إثارة نعرات وما في كراهية. وهيك بصير القانون أداة لتكميم الأفواه، وخصوصا ضد الصحفيين اللي بيكتبوا مقالات وأخبار معينة. طبعا تعديلات القانون 2018 للي بذكر فشلت وسحبتها الحكومة، وظلينا على قانون 2015 اللي هو هذا ومش كثير عاطل. بس شو صار من 2018 لليوم؟ خلينا نشوف سوا ونقرر. تقرير وحدة الجرائم الإلكترونية اللي صدر مؤخرا شو فيه؟ خلينا نشوف. بيقول التقرير انه الجرائم الإلكترونية زادت بنسبة 6 أضعاف من 2015 لغاية 2022. يعني كان في 2305 حالة وصلت ل 16,000 حالة ارتكبها شيء 20,000 شخص. نعيد، 16,000 حالة مسجلة، وهذا مع قانون 2015 اللي فيه تفاصيل وغرامات وحبس. بس شكله القانون ما كثير فادنا. بس برضو بقول التقرير انه بسبب التوعية المستمرة زادت نسبة تسجيل الشكاوي عندهم، لانه الناس شوي شوي صارت تعرف حقوقها. سنة 2022 تسجل عندنا 1285 قضية ابتزاز إلكتروني بكل أشكاله، والابتزاز اللي هو جريمة كبيرة بحق البنات والأطفال تحديدا. 3800 ذم وقدح وتحقير، وهذا وأنا ما سجلت ولا قضية. 1000 قضية سرقة بيانات، 3466 قضية تهديد إلكتروني، 2115 قضية اختراق بغايات التسريب أو السرقة. الأطفال لحالهم تعرضوا ل 133 قضية إساءة بكل أشكالها. تعرفوا شو يعني هاي الأرقام؟ أولا يعني إنه في 133 طفل تغيرت حياتهم وعاشوا بكابوس. أطفال، نعيد، 133 طفل. ثانيا بتعني إنه هاي الأرقام اللي الناس راحوا فيها على وحدة جرائم الإلكترونية وشكوا، الله لوحده بيعلم أعداد الناس اللي ما شكت. وثالثا انه على الرغم من انه القانون بسيط وواضح واللي فيه عقوبات بحبس وغرامات وبتوصل مرات ل 15,000 دينار، الناس ما بطلت ولا خافت ولا حتى خففت، لا على العكس زادت، وزادت بأرقام مهولة. طيب شو السبب؟ ما هو إذا حطينا كاميرا بالشارع لضبط المخالفات، أولها بتكون غلط الكاميرا محزة وبعدين بتخف، لأنه وقت الترخيص بتلاقي عليك مخالفات فبتبطل تسرع، أو إذا شاطر وتبع تواوين بتخفف عند الكاميرات. بس الأساس إنه الكاميرات كلنا منشوفها، في مخالفات بتجيك على التليفون يعني منشوفها ومنحسها وقرصتها طوالي. بس الجرائم الإلكترونية موضوع ثاني كليا. وزي ما هو بحال السواقة إنه في ناس بطالب بزيادة قيمة المخالفات لأنه اللي صاير مش معقول، حملة الأسبوع الماضي الناس طالبت بتغليظ عقوبات القانون للجرائم الإلكترونية، لأنه بصراحة القانون الحالي مش جايب همه. وبدي أختصر على اللي ناوي يهاجم، الموضوع بسيط كثير، في قواعد وأخلاق للحوار تعلمناها وإحنا صغار، وفي قواعد بتحطها القوانين للي ما صح له يتعلمه صغير. السب على الناس مش بس عيب، في قانون ضده. مش ضروري تسرق محل صرافة أو تحاول تسرق محل صرافة عشان تكون لسه حرامي. إذا بتسرق من وراء كمبيوترك أنت حرامي وأنت بتعرف إنك حرامي. إذا بتبتز بنت أمنتك على حالها ما بتفرق إذا عملت القصة من وراء تليفونك أو وزعت صورها على عمدان الكهرباء، هاي نجاسة وهاي نجاسة. إذا بتتهجم على دين أو جهة أو طائفة أو عيلة أو عرق أنت عارف بالضبط شو اللي قاعد بتعمله. ومع إنه هاي الكلمة دايما فيها صبغة سياسية، بس تكميم الأفواه شكله مش كثير غلط، وخصوصا إنه اللي صاير خارج عن السيطرة، وقلت الحياة والتجاوز على مواقع التواصل الاجتماعي صارت مش بس لا تطاق ومؤذية وأثرها كارثي. قديش زعلنا على فيلم الحارة لأنه فيه كم مسبة وقلنا إنها لا تمثل مجتمعنا.
إذا بدنا نحكي بنفس الروح عن اللي بيصير على النت وقديش بتمثل مجتمعنا أو ما بتمثل مجتمعنا، أي مش بس لازم نغلظ العقوبات، أي لازم نحجب مواقع التواصل الاجتماعي منشروشها. بس لأنه زي أي كل شيء بالدنيا في سيئات وفي حسنات لكل شيء، والإنترنت والسوشيال ميديا أهم مثل، فخلينا نعظم الحسنات ونشد شوي زيادة على السيئات. إذا أنت صحفي وعامل بحثك وعندك وثائقك وبتقدر تدعم مقالك، أو إذا أنت شخص طبيعي وما بتغلط ولا بتتجاوز على الناس والمجتمع، ما في شيء بخوف شو ما كان القانون، ولا شو؟ والباقي عندكم.